حبيبي انت ماشي صح ولا ماشي غلط في الاحياء؟ لو ماشي غلط اسمع الفيديو ده كويس جدا عشان الفيديو ده هيفرق كتير قوي معاك. انا بقول كلام بسيط يا دكتور. نعم، الكلام ده اللي انت هتقوله دلوقتي خطه عمل قبل بس ما اخش في تفاصيل. رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين واسركم بخير، ويا رب كل طالب بيسمعني يتصل بيا ان شاء الله زي اليومين دول السنه الجايه كده يقول لي كل سنه وحضرتك طيب، وهو في الكليه اللي بيدرس فيها اللي نفسه فيها ان شاء الله. ربنا يفرحكم ويفرح ابائكم وامهاتكم ويفرحني بنجاحكم ان شاء الله. دكتور مجدي، الاحياء دي انا مش عارف اعمل فيها ايه، والجزء الخاص بالجيولوجيا. اسمع بقى كده الدكتور مجدي بالراحه وبهدوء وبعقل. رقم واحد، انا خلصت طلبتي قدام عينك من اول السنه وانا بقول لهم هخلص منهج الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا قبل شهر رمضان ما يبدا علينا. بفضل الله 15/2 انتهينا قدام عينك من منهج الاحياء بالكامل والجزء الخاص بالجيولوجيا. ادي رقم واحد. رقم 2، هدي اجازه لكل الطلبه اللي كانوا معايا وخلصوا معايا المنهج لمده 3 اسابيع. طب انت في اجازه ليه؟ انت في اجازه عشان تعمل الاتي. رقم واحد، لو في حاجه قدام عينك وقعت منك اثناء السنه يلا روح ذاكرها. رقم 2، دكتور مجدي انا 100 كنت بذاكر معاك قدام عينك، بس في جزء صعب عليا روح اقراه تاني. رقم 3، انا 100 في كل حاجه، يلا ابدا مع نفسك كده قدام عينك راجع وابدا بالاجزاء الصعبه. ده ال3 اسابيع اللي انت هتستثمرهم الفتره الجايه دي، حاجه من 3. ما تروحش حاجه تبقى مذاكرها بس ناسيها وتقول اضيع وقت وراجعها تاني، لا، انا هراجع معاك ما تقلقش. انا سايبك ال3 اسابيع دول عشان كده. وانت ماشي بقى وقفت في اي حاجه عندك مشاكل تواصل معايا تليفونيا قدام عينك، هذاكر معاكم واخليكم 100. ده خلصنا من دول، خلصنا من دول. اروح بقى لبقيه الطلبه قدام عينك اللي ما كانوش بيحضروا معانا. هنبدا نراجع قدام عينك ان شاء الله، نعيش وكان في عمر من دلوقتي معاك يا حبيبي 3 اسابيع اقصاها شهر. تحاول تلم نفسك بقى، تلم نفسك في الماده دي. طب يا دكتور، نعم انا مع مدرس بس عايز اشترك معاك في المراجعه. هقول لك تعمل ايه بالراحه وبهدوء. خد بالك وركز. لو انت عندك جزء معين صعب عليك تواصل مع فريق عملنا ولازم تسمعه. طيب سؤال، نعم ما فيش حد دلوقتي الدي ان ايه خالص عنده مشاكل؟ كل مصر هيبقى عندها مشاكل في الدي ان ايه والار ان ايه. انا بقول كلام بسيط اهو، ومحدش هيخلص الكلام ده قبل شهر 4. محدش هيخلصه. طب اعمل ايه؟ من فضلك تخش تسمع الكلام ده باقصى سرعه ممكنه. احنا شارحين الكلام ده قدام عينك، وانا قلت ان الكلام ده مكتوب في كتاب الوزاره مترتب غلط، في الكتب الخارجيه مترتب غلط، ملازم المدرسين غلط. فما تشتريش كتب بقى للمدرسين وتقعد تكوع في فلوس حرام مش هتستفيد بيها حاجه وترميها في الزباله. يبقى حضرتك مشكورا تخش تسمع الدي ان ايه باقصى سرعه. حبيبي في محاضره موجوده على اليوتيوب المشاهدات بتاعتها بقت 1,180,000 طالب. خش يا ابني اسمعها عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي قدام عينك، لان الموضوع مش سهل. بقول كلام بسيط اهو، الحق بسرعه خلص. وقفت في مشاكل تواصل معايا، ما عنديش اي مشكله. ايه اللي بيصار دلوقتي؟ معظم المدرسين شغالين فين؟ في المناعه. طب لو انا قلت لك انت مش فاهم حاجه في المناعه، لان المدرسين اللي بتدرس يا اما صغيرين في السن خبرته 5-6 سنين فما عندوش اي خبره، يا اما الحل الثاني ضعيف علميا. طب يا دكتور احنا عاملين لك يا اخي محاضرتين، منهم محاضره قدام عينك المناعه في النبات. خش اسمع المناعه في النبات، هتلاقي نفسك ما بتاخدش احياء، انت بتاخد اموات. ده تعليقات الطلبه كده. يبقى من فضلك خش اسمع المحاضره دي. المحاضره الثانيه آلية المناعه في الانسان، نزلنا الكلام ده على اليوتيوب، نزل بقاله ساعات. خش يا ابني اسمعها. لما تسمع المحاضرتين دول بقى قدام عينك وتلاقي نفسك مش فاهم حاجه، واحنا بنحل امتحانات رسميه فيهم وبنحل من كل المصادر، لما تلاقي نفسك مش فاهم حاجه يبقى الحل ايه؟ الحل بقى تخش تشترك في المناعه. طب ليه؟ عشان دي درجاتها مضمونه بس انت مش فاهمها، انت عمال تحفظ وتنسى. في حد عاقل يشرح المناعه في النبات اللي مكتوبه في كتاب الوزاره في ورقه في حصه، ويشرح آلية المناعه في الانسان اللي موجوده في اخر المناعه في حصه؟ دي تساوي دي؟ يشرح خلايا الدم البيضاء ويشرح الاعضاء الليمفاويه في حصه، ويشرح الاجسام المضاده والمواد الكيميائيه المساعده في حصه، ويروح يشرح آلية المناعه للاسئله كلها فيها في حصه؟ بص كده في اي كتاب خارجي، بص كده في كتاب الامتحان، كميه الاسئله اللي جت في آلية المناعه في الانسان بس الحصه دي. ازاي ده بيشرح في حصه؟ هو الاستاذ ما عندوش خبره ومش فاهم حاجه وعمالين نكروت على العيال وبنضحك عليهم. مش ده اللي انا قلته؟ وهنخش في الدي ان ايه جري قدام عينك وهنوقع العيال.
طب الدي ان ايه بقى والمناعه 24 درجه. تخش اسمع الكلام ده موجود على اليوتيوب. لو لقيت نفسك مش مظبوط لو سمحت خش اسمع بقى الكلام ده، عشان الدي ان ايه والار ان ايه ده 16 درجه، ده اصعب موضوع في الكتاب واكبر موضوع عليه درجات، والمناعه عليها 8 درجات، وبالنسبه لطالب الازهر الدي ان ايه ده عليه 20 درجه، والمناعه دي مش اقل من 8 درجات، يعني 28 درجه، يعني نص الماده. يبقى بسرعه تخش تتواصل مع فريق عملنا وتسمع هذا الكلام. احنا عاملين لحضرتك التكاثر بالكامل في 4 محاضرات، وعاملين لك الجيولوجيا بالكامل في 8 محاضرات كورس مكثف. اللي عنده مشكله في حاجه يخش يتواصل مع فريق عملنا ويحل مشكلته خلال الثلاث 4 اسابيع الجايين دول. بقول كلام بسيط اهو، واحنا هنفصل لك حاله للمراجعه، ما تقلقش. لو اتاخرت عننا حتى في المراجعه اسبوع ولا حاجه، هنعمل لك الحاجه اللي تمشي معاك، وهننظم لك وقتك اللي يمشي معاك. انا مش بخاطبكم عشان تجيبوا في الاخر 30 من 60 ولا 32 من 60. انا عيني على 60 من 60، وعايز كل طالب بيسمعني عينه على 60 من 60. طب لو هتشترك في اكتر من كورس على المنصه، هم هيريحوك في الحته الماديه دي، ومش هيبقى في اي مشاكل ان شاء الله. المهم تعدوا المرحله دي باقصى سرعه ممكنه عشان ما عندكش وقت. بنقول كلام بسيط وكلام سهل. طب يا دكتور مجدي، نعم، هنجيب كتب خارجيه ايه وهنراجع ازاي؟ الاسئله المثاره يا حبيبي الله يهديك ويسامحك. الكتب الخارجيه، كل الكتب الخارجيه اللي هتنزل لطلبه الثانويه العامه والثانويه الازهريه انا هشتريها. يبقى ساعتك ما تشتريش حاجه بقى، وانا هطلع اقول لك افضل الكتب ايه، لان الكتب بقت غاليه جدا، دي رقم 1. رقم 2 بقت كبيره جدا بيكبروها عشان يبيعوا بفلوس كتير. اتفضل، ادي كتاب الدليل 4 كتب، 4 كتب اهو. ادي كتاب الدليل للثانويه العامه، ادي كتاب البرهان 4 كتب، ادي ده بتاع السنه دي 4 كتب. ايه الحل؟ ايه الحل اهو، ادي كتاب البرهان. اتفضل، ادي كتاب التميز، بص الكتاب قد ايه، ادي كتاب التميز قدام عينك. هنشتري بقى كل الكلام ده، ده للثانويه العامه. الثانويه الازهريه ادي كتاب المرشد بتاع السنه دي اهو، ادي كتاب المرشد. اتفضل حضرتك، ادي كتاب الذهبي بتاع السنه دي. فانا هجيب كل الكتب، وبعدين اقول لكم احسن حاجه ممكن تجيبها ايه. هات كتاب، هات 2، هات 3، لكن هتشتري كل الكتب الخارجيه لسه ما نزلش كتاب الامتحان ولا كتاب التفوق ولا كتاب النفيس ولا غيره. انت بقى عايز تجيب الكتب كلها، انزل اشتري كل الكتب، انت حر. لكن انا بقول لك اهو ما تشتريش حاجه، انا هجيب كل الكتب، ولازم اطلع على كل الكتب، ولازم احل من كل الكتب الى اخره، ولازم احل امتحانات رسميه، ولازم احل النماذج الاسترشاديه، والطالب الازهر الامتحانات الرسميه، والطالب الازهر النماذج التجريبيه. لازم احل كل الكلام ده. طول عمري بقول القصه مش شرح، القصه مراجعه ومناقشه وحل. طيب اسال سؤال، في حاجه اسمها قدام عينك تصلي من غير وضوء؟ لا. طب في حاجه اسمها تراجع من غير شرح؟ لا. يعني ايه طالب مش عارف حاجه في التكاثر ويقول لي في المراجعه المه؟ تلم ايه؟ تلم ايه؟ يعني ايه طالب صفر في الدي ان ايه والار ان ايه يقول لي المراجعه هتلمه؟ الجيولوجيا مش ما يعرفش فيها حاجه ويقول لي المراجعه هتلمها؟ مراجعه ايه اللي هتلم؟ تتواصل مع فريق عملنا، عاملين برنامج قدام عينك لشرح الكلام ده مكثف. عندك مشاكل تلحق تلمها، تلحق تلمها قبل ما نبدا المراجعه. طيب المراجعه هتتم ازاي؟ المراجعه هتتم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها طالب ازهر دلوقتي يسمع مع طالب ثانويه عامه. الشرح طول السنه ده قصه، كلنا هنسمع الشرح، لكن دلوقتي ما ينفعش، ما ينفعش. فانا هراجع لطلبه الازهر لوحدهم ليهم حصص خاصه، ولطلبه الثانويه العامه لوحدهم ليهم حصص خاصه. هنتفق في الجيولوجيا، وده لسببين. السبب الاول ان طالب الازهر ما عندوش اصلا امتحانات جيولوجيا، ما فيش امتحانات، هو ما امتحنش، كان اول سنه يمتحنها السنه اللي فاتت، فما عندوش قدام عينك مصادر نحل منها امتحانات رسميه. فاحنا لازم الثانويه العامه والازهر يتفقوا في الجزء بتاع الجيولوجيا. طب محاضراته قد ايه؟ 6 محاضرات في المراجعه. طيب طالب الثانويه العامه ل 12 محاضره لوحده، وطالب الازهر ل 12 محاضره لوحده. بنقول كلام بسيط اهو. طب 12 و6 18 حصه مراجعه. بص بقى، شوف لما بنخلص بدري بنعمل ايه. بص، المدرس اللي هيقعد يعك لغايه شهر 4 ويشرح الدي ان ايه والار ان ايه، وبعدها الطالب يكتشف انه اصعب موضوع هو الدي ان ايه والار ان ايه، يبقى ده ما عندوش ذره ضمير، ده ضل للعيال وضيع وقتهم ووقف في شهر 1 وعمل معسكر. كل ده ضحك على العقول، كل ده احنا بنضيع ولادنا. لكن الدكتور مجدي بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك 12 حصه هيراجع طلبه الازهر لوحدهم،
12 حصه لطالب الثانويه العامه لوحدهم، عشان ده هيمتحن بطريقه وده هيمتحن بطريقه، ما ينفعش ياخدوا مع بعض، وما ينفعش اعمل حصه، يبقى احنا كده بنضلل ولاد الناس وبنضحك عليهم. انما الجيولوجيا 6 محاضرات، عشان في طلبه لغات كتير قوي بيحضروا معانا، يبقى هياخدوا الجيولوجيا بس لانه بياخد الماده بالانجلش، وكمان قدام عينك عشان احنا ما عندناش امتحانات لطلبه الازهر لانه كان اول مره يمتحنوها السنه اللي فاتت. طيب سؤال، المراجعات دي لازم تحجزها. طلبه كتير قوي، هو انت في المراجعه هتشرح ولا هتحل؟ يا سيدي الله يهديك، يا سيدي انا بدرس بقالي 42 سنه، دي رقم 43. انا هعمل كل اللي يرضي ضميري لاولادي، لان انا لو ضحكت عليك وضللتك ربنا هيجي يبعت اللي يضحك على اولادي ويضللهم. افعل ما شئت كما تدين وتدان، فانا ما بضللش حد. هنشرح وهنحل وهنعمل كل اللي انت بتحلم بيه. الحصه ازاي؟ هتراجع لنا ازاي؟ هتراجع، مفيش حاجه اسمها زي ما قلت لك تبقى صفر في جزء معين من الكتاب وتقول لي المراجعه هتلمه. مفيش الكلام ده، تخش تسمع اللي انت ضعيف فيه. اللي انت ضعيف فيه تخش تسمعه. طب هتشترك في اكتر من كورس هيريحوك ماديا بدون اي مشاكل. طب المراجعه هتتم ازاي؟ اسمع بقى انت وهو كده وركز. حبيبي، اي منهج انت بتدرسه، كيمياء، فيزياء، احياء، شرعي، عربي، اي ماده بتذاكرها، انجليش، اي ماده، لازم تعدي على 3 مراحل. المرحله الاولى شرح الماده. شرح الماده، شرح. لو شرحت لك الماده 100 وانت ذاكرتها 100 تاكد انك هتخش الامتحان تسقط. ده الكلام ده اقل من 50%. لان اللي يجي بعدها بقى ازاي اللي انت خدته في 7-8 شهور نفكرك بيه ويبقى في دماغك في شهر، شهر ونص. افهم. طب التكثيف ده للمعلومات عملنا فيه ايه؟ شوف اللي خدناه في 7-8 شهور ازاي نضغطه في شهر، شهر ونص، عشان نوصل للمرحله اللي بعدها، وهي دي الاهم. يبقى الاول شرح، اتعرفنا الكتاب فيه ايه، فين الصعب وفين السهل. افهم، عرفت محتويات الكتاب، ده اي ماده كده. نيجي بقى تكثيف المعلومه، تركيز المعلومه، ده استعدادا للمرحله اللي بعدها، وهو ده احنا عايزينه. اللي هو ايه؟ لما تقعد في لجنه الامتحان في 3 ساعات هجيب لك اي سؤال في الكتاب، عايزين نطلع اجابه. الفيلم ده كله عشان نوصل لده. طب انت هتقعد في الامتحان هتمتحن على الدعامه والحركه بس؟ اسئله هتجي لك يقول لك هذه الاسئله على الدعامه والحركه؟ لا. هيقول لي هذه الاسئله على التنسيق الهرموني؟ لا. هيقول لي الاسئله دي على التكاثر؟ لا. امال همتحن ازاي؟ ده هيجيب اول سؤال ممكن يكون في الار ان ايه، السؤال رقم 2 يكون في المناعه، السؤال رقم 3 يكون في الجيولوجيا، السؤال رقم 4 يكون في الدعامه والحركه. ايه ده بيتنطط في الكتاب. احنا كل حصه مراجعه هتبقى كده، هنتنطط في الكتاب. طريقه صعبه جدا جدا، انما هتدعي للدكتور مجدي وانت في الحصه رقم 4، انت لوحدك، ما حدش هيراجع معاك كده. انا بقول اهو كلام واضح، انا طول عمري ماشي كده، ما حدش بيراجع كده. الاستخفاف بيك ان انا امسك باب. هنراجع الدعامه والحركه، الاسبوع اللي بعديه هنراجع التنسيق الهرموني، الاسبوع اللي بعديه هنراجع التكاثر، الاسبوع اللي بعديه هنراجع المناعه. ايه ده؟ ايه التخلف ده؟ ده يعمله مدرس ضعيف علميا وما عندوش حكمه ولا عنده خبره ولا هو شاطر. احنا هنراجع كل الكتاب في كل حصه مراجعه. مش انت هتمتحن كده يا ابني؟ يبقى لازم المراجعه تكون كده. هنمسك الاسئله دي قدام عينك ونفكر مع بعض ونناقشها ونشرحها. بص، ده اللي هيخليك تبقى 100 في الماده. طريقه بقول صعبه جدا، انما والله الذي لا اله الا هو في سنين عمري كلها على مدار 42 سنه كانت كل الطلبه تحضر اول حصه تستغرب المراجعه، ثاني حصه يستغرب المراجعه، ثالث حصه، رابع حصه يقول انا هعمل كده في الفيزياء، انا هعمل كده في الكيمياء، لان انا بدات احس قدام عينك ان انا بلم الماده من واقع الامتحانات ومن واقع النماذج الاسترشاديه والنماذج التجريبيه. بص، اسمعوا بس الكلام، انا هظبط لك دماغك، انت هتلاقي نفسك لوحدك هتعمل ده في كل المواد. المدرسين مش هتعملوا معاك، لكن احنا هنبدا قدام عينك ونقدم نموذج محترم وانت هتمشي فيه. انا قلت اهو انا هراجع ازاي. اما جيت ابدا الدي ان ايه، طلبه كتير جدا حضروا معانا الدي ان ايه ما كانوش بيحضروا معانا، عملوا لنا ربكه وعملوا مشاكل في المنصه. مفيش طالب حس بمشكله طول السنه، واللي كان عنده مشكله كنا بنحلها له، وفي فريق عمل تعبان جدا في القصه دي. طب السنه اللي فاتت بقى لما الطلبه قدام عينك جينا نراجع، جت طلبه كتير جدا ما بتحضرش معانا طول السنه، وجت عشان تراجع معانا، عملوا لنا مشاكل. هو حرام ان احنا نتوقع المشكله ونحلها من قبل ما تحصل؟ الحجز بتاع المراجعات النهائيه ده بيبدا من النهارده،
ولمده 10 ايام بقيمه مخفضه. بنقول كلام بسيط اهو، اللي عايز يحجز برنامج الجيولوجيا بس، اذا كان طالب لغات احجز الجيولوجيا بس. اللي عايز يحجز ال 12 محاضره بتوع الثانويه العامه احجز ال 12 محاضره. اللي عايز يحجز الاثنين هنعملها لك بقيمه مخفضه عشان ما يبقاش ضغط مادي عليك. طلبه الازهر لهم 12 محاضره و6 محاضرات قدام عينك جيولوجيا، 18 محاضره. افرض بقوا 19، افرض بقوا 20، افرض بقوا اكتر، يا اخي انا اللي تعبان. انت مش هتدفع فلوس تاني خلاص. انت اللي هيدفع فلوس المراجعه دي، مش هيدفع ولا جنيه لغايه ما يخش الامتحان بتاعه على خير. خلاص بقول كلام بسيط اهو عشان ما نرهقش الاسر ماديا. بس الحجز ده بقى لمده 10 ايام بقيمه معينه، بعد كده القيمه دي هتزيد، ما تزعلش مننا بقى. ليه؟ انا مش فاهم. بقول لك طب انا يا دكتور مجدي ما بحضرش معاك، انا مشترك معاك في برنامج مكثف، تحجز المراجعه. بقول تاني اهو، واحنا وقت ما تخلص بعد 3 اسابيع، بعد اسبوعين، بعد 4، بعد اكتر، هنعمل لك برنامج مراجعه وهنعمل لك الوقت بتاعك وهنمشي معاك، ما تقلقش. لكن ما يجيلناش بقى عدد كبير جدا من الطلبه يعملوا مشاكل في المنصه ويتعبوا الناس، عشان دي ليهم نظام معين ويبعتوا لك كل محاضره البي دي اف، وهم اللي بيفتحوا لكم المحاضرات، قصه كده طويله، عمليه تنظيميه. يبقى لو سمحتم بنقول تاني كلام بسيط اهو، كلام سهل. المحاضرات اللي انت هتاخدها مني يا طالب الازهر 12 محاضره على الاقل في الاحياء و6 محاضرات جيولوجيا. خدوا بالكم ان دي كانت نص ماده، يعني ما تستهيفهاش، لكن هي في الاخر دلوقتي اسمها فصل. لكن ما ينفعش تراجع في 3 4 محاضرات، ما ينفعش. ها طب المحاضرات ال 12 دول يا طالب الازهر للاحياء وال6 للجيولوجيا، افرض زادوا انت مش هتدفع ولا جنيه. ثانويه عامه 12 محاضره خاصين بطلبه الثانويه عامه و6 جيولوجيا، افرض زادوا مش هتدفع ولا جنيه. خلاص انت مش هتدفع فلوس تاني لغايه ما تخش امتحانك على خير ان شاء الله. انا اللي تعبان. نيجي لزمن الحصه. انت عايز زمن الحصه يبقى ساعتين واضحك عليك؟ انت عايز كده؟ هو انا لو خليتها 3 ساعات مش انا اللي تعبان؟ طب اما ازود ساعه قدام عينك، مش انا زودت في ال 18 حصه 18 ساعه؟ مش انت يا ابني اللي كسبان؟ يبقى اذا سيبني يا اخي انا اتقي ربنا فيك واعمل اللي يرضي ضميري. اعمل اللي يرضي ضميري. ايه المشكله من 3 ساعات ل3 ساعات ونص؟ ايه المشكله بقت 4 ساعات؟ انا هقول اللي يرضي ضميري ويريحني نفسيا بس، عشان اتقي ربنا في حضرتك. وانا ما بخطبكش ومش براجع معاك عشان في الاخر تجيب لي ايه؟ تجيب لي 30 32. عينينا على 60 من 60 اهو. ربنا بقى يرزقنا باللي يرزقنا بيه. بقول كلام بسيط وكلام سهل. يبقى اعتقد كده انا رديت على كل الاسئله قدام عينك المتاحه. كده ما فيش اي اسئله قدام عينك؟ الحصص مش هتنزل حصه كل اسبوع، خلاص الكلام ده خلاص اتلغى بقى، لان احنا طلبه متفاوتين. افرض طالب عنده مشكله في ماده معينه وعايز يذاكر الاحياء بالراحه وماشي فيها كويس، افرض طالب تاني الاحياء بالنسبه له مشكله وعايز يزود سرعته فيها شويه، احنا هننزل المحاضرات دي 3 محاضرات 4 محاضرات هينزلوا لك، بعديها 3 4 محاضرات هينزلوا لك وفقا لظروفنا هتبقى ماشيه ازاي، ونسيبك انت بقى تنظم وقتك بالشكل اللي تجده مناسب. لكن ما فيش حاجه اسمها حصه كل اسبوع، خلاص الكلام ده اتلغى بقى خلاص وانتهينا من القصه ديت. في حاجه تانية يا ابني؟ طيب انا تقريبا قلت كل اللي نفسي فيه. يا رب يسعدكم ويبارك في عمركم وييسر لكم الامور ويجعل لكم الصعب سهل ويبصركم كلكم قدام عينك بالصالح. قربوا من ربنا، اتقي ربنا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقي ربنا، خلي ابوك وامك يرضوا عنك، ما تعملش حاجه تزعل ربنا. ربنا هيقف معاك وهيفرحكم ان شاء الله. ربنا يبارك في وقتكم وعمركم وييسر لكم الامور ويجعل لكم الصعب سهل ويفرح ابائكم وامهاتكم ويفرحني بنجاحكم ان شاء الله. القاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.